بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. رجعنا لكم في المحاضرة التانية من الأحصاء التجاريين الفرقة التالتة كلية تجارة. هنتكلم في التمرين الشامل ومش هنطول عليكم في الفيديو، وهنزود التدريبات شوية علشان تبقى الموضوع سهل ومبسط. وعندي التمرين الأولاني 5 7 9 11 13. طبعا المثال ده هنوجد منه الوسط الحسابي والانحراف المعياري، وهنتكلم عن التباين بالطريقة المباشرة والتباين بدون افتراض وسط فردي. هنبتدي على طول طبعا في حل التمرين، وانا حليت التمرين بايدي. عندي استخدمت القانون ومجموع س على ن، يبقى استبدلت الفصلات دي بزائد علشان التمرين يوضح معايا. يعني اخدت هنا اهو زي ما قدامك، شلت علامة الزائد الفاصلة دي وحطيت زائد 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 زائد، وقسمت على عددهم وجمعت دول، وهنبتدي نشوف حل التمرين بشكل مبسط قوي. يلا بينا. اول حاجة هنجيبها الوسط الحسابي بمجموع س على ن، وزي ما قلت لك استبدلت علامة الفاصلات بالزائد، ودينا اهو 5 زائد 7 زائد 9 زائد 11 زائد 13 على 5 ادتني 45 على 5. وركز لي ان مجموع س على ن يعني 45 مج س، وركز لي علشان هحتاج النقطة دي عشان نكمل بيها باقي التمرين. يبقى 45 على 5 فيها التسعة، يبقى الوسط الحسابي بتاعي 9. طبعا انا بعتذر عن سوء الخط. رقم 2 هجيب الانحراف المتوسط اللي رمزه ألف ميم، بيساوي القيمة المطلقة لس ناقص الوسط الحسابي على ن. يبقى هاخد بقى الأعداد دي كلها اهي، هاخد الخمسة دي موجودة قدامك اهي، الخمسة اهي تمام. هطرح منها التسعة، وبعد كده السبعة هطرح منها التسعة، وبعدين التسعة هطرح منها التسعة، والحداشر هطرح منها تسعة تمام، و13 هطرح منها تسعة، وهكذا تمام. الناتج بتاعي طلع زي ما حضرتك شايف ايه، 5 ناقص 9 ادتني -4. طبعا لو انا طرحت عدد كبير من عدد صغير الاشاره بتاعتي هتبقى سالبه. و7 ناقص 2، 7 ناقص 9 بدين -2، و9 ناقص 9 صفر، 13 ناقص 9 4، و11 ناقص 9 2 اللي هي مش موجوده قدامك، انا هوضحها لك ثواني اهي. 11 ناقص 9 2. طبعا جمعت الاعداد، جمعت الاربعه دي زائد الاتنين زائد الصفر زائد الاتنين زائد 4 مع تجاهل الإشارة، طلع الناتج بتاعي 12. وطبعا هقسمهم على مجموع قيم الأعداد اللي في نفس التمرين الخمسة اهي 5، يبقى 12 على 5 بيساوي 2.4. دي الطريقة الأولى الخاصة بالانحراف المتوسط. سوري، الطريقة التانية. يبقى أنا جبت الوسط الحسابي وجبت الانحراف المتوسط. تالت حاجة هجيب التباين بدون وسط فردي. عندي طريقتين، حضرتك نقي الطريقة اللي تريحك. هنجيب الطريقة المباشرة أولا، وبعد كده هجيب التباين بدون وسط فردي. يبقى عندي اهو س ناقص س، هاخد القيم اللي طلعتها من الانحراف المتوسط -4 وسالب 2 وصفر و2 و4 اهي. هبتدي اربعهم، يبقى س ناقص س شرط التربيع، هربع القيم دي. طبعا سالب في سالب بموجب، يبقى 4 في 4 ب16 و2 في 2 ب4. ثواني اوريها لك بوضوح اهي. الاربعة تمام تربيعها 16، الاتنين تربيعها 4، الصفر طبعا الاتنين تربيع 4، الاربعة تربيعها 16. واجمع القيم بتاعتي دي، جمعت 16 زائد 4 ادي 20 وادي 20 يبقى 40. يبقى القانون بتاعي علشان اجيب التباين يبقى تربيع العدد، يبقى مجموع س تربيع على ن، يبقى مج س تربيع ب40 على 5، يبقى الناتج بتاعي بيساوي 8. ممكن طريقة تانية هنجيب كمان ده التباين بالطريقة المباشرة، وبجيب تربيع الأعداد اللي أنا طلعتها من انحراف المتوسط. هنيجي بعد كده التباين بدون افتراض وسط فردي. هعمل ايه؟ بص المسألة فوق اهي اهي، يعني اوريها لك. المسألة اهي الأصلية 5 7 9 11 13 على 5 بيساوي 45 على 5. النقطة دي مهمة قوي، ثواني هوضحها لك اكتر. هربع الاعداد دي عشان اجيب س تربيع، يبقى تربيع الخمسة اللي فوق دي 25، وتربيع السبعة
هنا 5 7 9 11 وبعديها اخر رقم 13. جبت التربيح بتاعها، الناتج بتاعي وجمعته، الناتج بتاعي طلع 445. طيب القانون اللي انا هستخدمه عين تربيع اللي هو ده التباين، التباين اللي هو مربع الانحراف المعياري، يبقى بيساوي مجموع س تربيع ناقص مج س الكل أس 2 على ن. هستخدم القانون دوت. طيب مجموع س تربيع بكام اللي طلعتها اهي 445. طيب ناقص مجموع س اللي انا طلعتها لك وقلت لك انا هحتاجها بعدين اهي 45 على 5. تمام. طبعا هنا كل أس 2. نيجي بقى هنا 445 اهي على 5 طلعت لي 89. نيجي هنا 45 على 5 لكل أس 2. خد بالك قبل ما ابتدي اجمع العدد اقسم بقى 45 على 5 فيها التسعة. الناتج اللي هيطلع هو اللي هيتم تربيعه، ما تربحش 45 في 45 على 5 يطلع ناتج كبير، لا، الناتج اللي هيطلع الصغير ربعه. يبقى 45 على 5 فيها التسعة تربيع، يعني 9 في 9 ب81. الناتج هنا يطلع 89 ناقص 81 هيطلع لي 8. هو نفس الناتج الخاص بالتباين بالطريقة المباشرة. ونقي الطريقة الأسهل بالنسبة لحضرتك واعملها، وإن شاء الله هتطلع معاك سهلة وبسيطة. ده كان شرح الفيديو التاني من الوسط الحسابي. هنبتدي الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنتكلم عن الوسط الحسابي من بيانات مبوبة، يعني جدول. هنجيب الوسط من جدول وهناخد معاه الاختلاف المعياري وبعض الدروس البسيطة الخفيفة، وبعد كده ناخد الوسط الحسابي بطريقة سهلة قوي. كنت سعيدة قوي بوجودي معاكم في الفترة القليلة في الفيديو في المحاضرة التانية للتجاريين الإحصاء. أشوفكم على خير في شرح فيديو جديد من فيديوهات قناة أبرار التعليمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.